فيلمنا بيبدأ سنة 1939 في مدينة نيو مكسيكو مع شخص حرق نفسه بأكسيد حامضي سبب له جروح بنسبة 80% من وشه وجسمه، وبتنقله الإسعاف للمستشفى. وهناك بيوصل محقق من الشرطة وبيحاول يستجوب المنتحر، لكنه بيكون فقد القدرة على الكلام بسبب الحروق اللي وصلت لأحباله الصوتية. فبيسيب له المحقق ورقة وقلم وبيسأله لو هو منضم لطائفة دينية معينة أو من عبدة الشياطين، وبيتبلغوا الممرضة إن في مكالمة مهمة من مكتب الاستقبال في المستشفى. فبيرد المحقق على المكالمة وبيعرف إن بنت المريض جت واللي بتكون طفلة صغيرة جدا، وبيسأل المحقق موظفة الاستقبال لو سابت أي رقم أو عنوان. وفجأة بيسمع المحقق صوت صريخ الممرضة وبيجري بسرعة على مكان الصوت، وبيلاقي الشخص المحروق رمى نفسه من الشباك ومات، وبيكون ساب رسالة بيعتذر فيها البنت اسمها آبي. وقبل 3 أسابيع من الحادثة وفي مكان تاني في المدينة بيكون في طفل اسمه أوين، واللي بيبقى طفل انطوائي جدا وما عندوش صحاب، وبيكون قاعد لوحده في حديقة البيت قبل ما مامته تنادي عليه عشان العشاء. وعلى العشاء بتيجي مكالمة للأم من طليقها وبيتخانقوا مع بعض، وبيكون أوين سامع المكالمة وهو حزين. وبيطلع أوين أوضته وبيلبس ماسك شكله مرعب وبيكون ماسك سكينة في إيده، وبيفضل يبص لنفسه في المراية وهو بيردد جملة انت بنت صغيرة جبانة. وبعدها بيتفرج على جيرانه بالمنظار، وبتلاحظ واحدة من جيرانه فبيخاف أوين جدا وبيدخل بسرعة. وبعدها بيشوف بنت صغيرة ماشية مع والدها ناحية بيتهم، وبيعرف انهم السكان الجدد واللي هيعيشوا جنب شقته بالظبط. بس أوين بيلاحظ انها حافية على الرغم من ان الجو بيكون ساقع جدا. وفي تاني يوم بيروح أوين المدرسة واللي بيتعرض فيها للتنمر من اول لحظة بيكون فيها في الفصل، وبيرمي عليه واحد من المتنمرين اكل عشان يبوظ له هدومه. وبعدها بيروحوا لنشاط السباحة، وبيفضل أوين في مكانه وما بيرضاش ينزل المية. وبتكون شلة المتنمرين واقفة حوالين بنت في حمام السباحة وبيبقوا بيرخموا عليها، فبتنادي البنت على المدرب وبتشتكي له من المتنمرين. فبيعاقبهم المدرب وبيخليهم يلفوا حمام السباحة 20 مرة. فبيضحك أوين عليهم، فبيشوفوا قائد شلة المتنمرين وبيبص له بنظرة كلها شر. فبيخاف أوين جدا اللي بيكون عارف انهم هيأذوه. وفي غرفة تغيير الملابس بتمسك شلة المتنمرين أوين وبيفضلوا يضربوه ويأذوه لدرجة انه بيعمل حمام على نفسه، وبيقولوا له انه مجرد بنت صغيرة جبانة. وبتبقى هي نفس الجملة اللي بيقولها أوين لنفسه قدام المراية. وبعد المدرسة بيروح أوين الماركت، وهناك بيشوف سكينة صغيرة وبيقرر يشتريها، وبيفضل يلعب بالسكينة في شجرة في الحديقة وبيردد جملة انت بنت صغيرة جبانة، وبيبقى كأنه بيتقمص شخصية المتنمرين في المدرسة. وفجأة بيلاقي جارته الجديدة واقفة وراه واللي بتسأله عن اللي بيعمله، فبيقول لها انه بيلعب عادي. فبتقول له فجأة انهم ما ينفعوش يبقوا صحاب. فبيتريق أوين عليها وبيسألها مين قال لها اصلا انه عايزها صاحبته. لكن فجأة البنت بتختفي تماما، وبعدها بيشوف أوين والدها واللي بيبقى معاه شنطة وما بيتكلمش معاه ولا كلمة وبيمشي. وفي مركز التسوق في المدينة بيخرج الشاب جيسي وبيركب عربيته، لكنه ما بيكونش واخد باله ان في شخص وراه لابس قناع. وبيتحرك جيسي بعربيته لحد ما بيقف عند سكة القطر، واول ما القطر بيعدي بيخنقوا صاحب القناع وبيموته. وبعدها بياخدوا المكان مهجور في الغابة وبيعلقوا من رجليه وبيطعنوا بالسكينة في مكان معين في رقبته، وده عشان الدم ينزل بسرعة وسهولة. وبيبقى صاحب القناع حاطط ازازة تحت الجثة عشان الدم، وبيقلع المجرم القناع وبيطلع جار أوين الجديد ووالد البنت الصغيرة، وبيستنى لحد ما جثة الشاب تتصفى تماما وبياخد الازازة. لكن فجأة بيتكعبل في حاجة قدامه فبيقع الدم كله على التلج، ومن بعيد بيشوف عربية الشرطة فبيستخبى بسرعة وبيروح البيت. وهناك بيسمع أوين صوت مرعب من شقة البنت ووالدها، وبيكون صوت مرعب جدا وبيقول للأب إنه مش مفيد وما يقدرش يعمل حاجة لوحده. فبيرد الأب إنه ما بقاش قادر يعمل كده تاني، وإنه ساعات بيحس إنه عايز الشرطة تقبض عليه. وبالليل بيكون أوين قاعد لوحده في الجنينة وبيبقى بيلعب لعبة المكعب، وفجأة بتيجي جارته من تاني وبتسأله عن المكعب وبيشرح لها طريقة اللعب، وبيقول لها إنها ممكن تاخد اللعبة وترجعها بكرة، وبيسيبها وبيمشي. بس فجأة بيقع من البنت المكعب اللي في إيدها وبتظهر في طريق فاضي، وبيكون في شخص معدي وبيسمعها وهي بتتألم. فبيحاول يساعدها لكنها بتهجم عليه وبتعضه وبتشرب دمه كله، وبيبقى شكلها مرعب جدا وبتبقى عبارة عن مصاصة دماء. وبعدها بترجع البنت للبيت وبتقول لوالدها على اللي حصل، فبيتخض الأب جدا وبيروح بسرعة لمكان الجثة وبيرميها في النهر. وفي تاني يوم بيصحى أوين للمدرسة وبيلاقي المكعب بتاعه وهو محلول وكل جهة لون واحد، فبيفرح جدا لأنه ما بيعرفش يحلها. وبالليل بيقابل أوين البنت من تاني وبيسألها ازاي قدرت تحل المكعب، وبيتعرفوا على بعض لأول مرة وبتقوله إن اسمها آبي، وبيفضلوا يتكلموا وهم مبسوطين وبيحلوا المكعب سوا. وفي تاني يوم بيروح أوين المدرسة، وفي حصة النشاط الترفيهي بيفضل أوين يذاكر الشفرات عشان يقدر يكلم آبي من خلال الحيطة اللي بينهم. وبيشوفوا واحد من المتنمرين اللي بيكون متضايق منه جدا، فبيقرر يستنى أوين لحد ما يدخل الحمام، وبيدخل المتنمر وراه هو وشلته وبيقفلوا عليهم باب الحمام. وبيمسك قائد الشلة المتنمر عصاية وبيهدد أوين بيها وبيقول له يوريه الحاجات اللي كان بيكتبها في الحصة، لكن أوين بيرفض يوريه أي حاجة. فبيضربوا المتنمر في كل مكان في جسمه وبيجرحوا في وشه، وما بيقدرش أوين يدافع عن نفسه. وبتحاول باقي الشلة توقف المتنمر عن ضرب أوين اللي ممكن يشتكي لوالدته. فبيهدد المتنمر أوين وبيقول له يقول لمامته انه وقع في الملعب، وبيرجع أوين البيت وبيقول لمامته اللي المتنمر قاله له. وبالليل بيقعد أوين مع ابي واللي بتسأله عن سبب الجرح اللي في وشه، فبيقول لها انه بسبب صحاب المتنمرين. فبتقول له ابي انه لازم يرد كل ضربة بياخدها، بس أوين بيقول لها وهو خايف ان هم 3 وهو واحد. بس ابي بتقول له يبقى لازم يضرب بقوة اكتر، وانه لو ما قدرش هي هتساعده. فبيقول لها أوين ازاي هتساعده وهي مجرد بنت صغيرة، فبتقول له انها اقوى بكتير
كتير مما يتخيل. فبيسالها اوين عن المدرسه اللي بتروحها وعن سنها، فبتقول له انها عندها تقريبا 12 سنه، وبيستغرب اوين انها ما تعرفش عيد ميلادها بالظبط، وبيسالها لو ما بتحتفلش بعيد ميلادها او ما بيجيلهاش هدايا، فبتقول له بكل حزن ان ده ما بيحصلش. فبيعرض عليها انها تاخد المكعب هديه، فبترفض وهي مكسوفه. فبيطلع اوين بيته وبيسرق فلوس من شنطه مامته وبيخرج مع ابي، وفي مركز الالعاب بيعلم اوين ابي ازاي تلعب، وبتكون ابي مبسوطه جدا وبياخدها اوين عشان يشتروا حلويات. لكن ابي اللي بتكون اصلا مصاصه دماء وبتتغذى على الدم بس بترفض تاكل اي حاجه تانية، بس بتحس ان اوين متضايق فبتقرر تاخد منه البانه. بس اول لما ابي بتاكلها بترجع، وبيخاف اوين عليها جدا وبيحضنها. فبتساله ابي لو هو معجب بيها، فبيرد اوين وهو مبسوط وبيقول لها انه معجب بيها فعلا. فبتساله لو هيفضل معجب بيها حتى لو هي مش بنت صغيره، وما بيفهمش اوين قصدها. فبتقوله ما يهتمش وبيروحوا البيت، وبتنادي والده اوين عليه وهو في الحديقه. فبيودع ابي وبيمشي، وبيكونوا متفقين على شفرات معينه يكلموا بعض بيها من خلال الحيطه. فبتدخل ابي اوضه والدها وبتقول له يطلع بره عشان تكلم اوين. وفي تاني يوم بيحضر والد ابي نفسه عشان يجيب لها دم، وبيكون صعبان عليها جدا لانه مضطر يقتل عشان هي تعيش. فبتطبطب عليه ابي وبتحضنه، وبيطلب منها والدها انها ما تقابلش اوين تاني، وبيسيبها وبيمشي. وكالعاده بيراقب والدها اي عربيه فيها شاب واحد وبيستخبى ورا، لكن من سوء حظه ان في شاب تاني بيركب مع صاحب العربيه، واللي بيقف عند البنزينه، واللي بيبقى صاحبه بيدور على ولاعه. فبيبص على الكنبه اللي ورا، وفجاه بيشوف شخص نايم عليها. فبيتخض جدا، وقبل ما يهرب من العربيه بيهجم عليه والد ابي بسرعه وبيقتله، وبيسوق العربيه بسرعه عشان يهرب بيها. وبيشوفه صاحب العربيه وبيفضل يجري وراه، وبيبقى والد ابي بيرجع بظهره وبيخبط في اكتر من عربيه لحد ما بيفقد السيطره تماما، وبتقع العربيه من منحدر عالي جدا. وقبل ما يوصل صاحب العربيه والشرطه بيطلع والد ابي ازازه فيها اكسيد حامضي، واللي كان هيستخدمها مع الجثه اللي هيقتلها، وبيقرر يحط الحامض على نفسه عشان محدش يتعرف عليه، وبيحرق وشه وجلده كله. وبتوصل الشرطه اللي بتنقله للمستشفى، وهناك بتعرف ابي اللي حصل، فبتروح عشان تزور باباها. لكن موظفه الاستقبال بتمنعها بسبب حالته الصعبه. فبتخرج ابي وهي حزينه، ولكن موظفه الاستقبال بتناديها لما بتشوفها حافيه، بس ابي بتكون اختفت تماما، وده لانها بتطلع لوالدها من شباك اوضته في المستشفى وبتعتذر له عن اللي حصل. فبيديها والدها رقبته عشان تشرب دمه وهو يموت، وبتشرب ابي من دم والدها، واللي بعدها بيرمي نفسه من الشباك عشان تبان انها عمليه انتحار. بيكون ساب رساله اعتذار لابي عشان ياكد للشرطه انه انتحر. في الوقت اللي بتدخل فيه الممرضه وبتلاقيه انتحر، وبيدخل المحقق وراها، ومحدش بيقدر يتوصل لهويه والد ابي الحقيقيه واللي ضحى بحياته عشان يحمي بنته. وبتعيط ابي وما بتقدرش تنام في بيتها، فبتقرر انها تروح لاوين، وبتكون هدومها كلها دم فبتقلعها كلها وبتنام جنب اوين. فبيقول لها اوين ان جسمها ساقع جدا، وبيبقى السبب انها مصاصه دماء ودايما درجه حرارتها منخفضه. وبيصحى اوين من النوم وبيلاقي ابي سايبه له رساله بتقول فيها يا اما افضل واعيش يا اما غادر واموت، واللي بتكون جمله شهيره في روايه روميو وجولييت. وبيفرح اوين جدا بالرساله وبياخد معاه الروايه وبيقراها في اتوبيس المدرسه، واللي بيبقى رايح معاهم رحله التزلج. وهناك بتهدده وشله المتنمرين انهم هيرموه في الميه. فبيقف اوين في مكان بعيد وبيفضل ماسك عصايه في ايده، وبتيجي شله المتنمرين واللي بيسالوه عن العصايه اللي معاه. فبيقول لهم اوين ان لو حد فيهم قرب منه هيضربوا بيها. وبيبص عليهم المدرب من بعيد، فبيقول واحد من الشله انهم يمشوا من هنا احسن لان الكابتن شايفهم. بس المتنمر قائد الشله بيهدد اوين وبيقول له يديله العصايه. فبيضربوا اوين بكل قوه على ودانه، واللي بتتجرح جرح عميق، وبيصرخ المتنمر من الالم. في الوقت اللي بتصرخ فيه بنت تانية بعد ما شافت جثه متجمده، وبتكون هي الجثه اللي والد ابي رماها في النهر قبل ما يتجمد. وبتيجي الشرطه تشيل الجثه، واللي بيكون سبب موتها ان مفيش ولا نقطه دم في جسمها. وبالليل بيقابل اوين ابي وبيحكي لها عن اللي عمله في اصحابه المتنمرين، وبيقول لها انه سمع كلامها وبقى قوي. فبتفرح بيه ابي جدا، وبيطلب اوين منها تيجي معاه لمكانه السري. وبيروحوا البدروم تحت الارض، وهناك بيقول لابي تغمض عينها، وبيجرح اوين صباعه بالسكينه، وبيقول لابي تفتح عينيها، وبيقول لها اوين انها تعمل زيه عشان يبقوا اخوات بالدم. بس ابي ما بتقدرش تستحمل اول ما بتشوف الدم، وبتلحسه من على الارض وبتتحول لشكل مخيف جدا. وبتقول اوين يهرب بصوت غريب ومرعب، واللي بيكون نفس الصوت اللي سمعه اوين من شقتهم. وبتجري ابي بسرعه عشان ما تقتلش اوين اللي بتحبه، وبتكون متعطشه للدم جدا، وبتبقى عايزه تشرب دم اي حد. واما بتشوف جارتهم بتعضها لكنها ما بتلحقش تشرب دمها كله بسبب وجود جوزها واللي بيجري وراها. فبتجري ابي باقصى سرعه وبتهرب منه. وبيكون اوين شايف كل اللي بيحصل قدام عينيه، وبيعرف ان صديقته الوحيده مصاصه دماء وما بتموتش جارتهم، وبيتم نقلها للمستشفى. وهناك بيحاول المحقق يعرف من جوزها مواصفات البنت اللي عضتها. فبيخرج جوزها من الاوضه وبيتكلم مع المحقق، وما بيكونوش شايفين مراته وهي بتتحول لمصاصه دماء، وبيتغير شكل عينيها وبتكون عطشانه جدا لدرجه انها بتشرب من دمها، لحد ما بتدخل الممرضه وبتفتح شباك الاوضه، وبتدخل اشعه الشمس اللي بتحرق مصاصه الدماء المتحوله وبتحرق الاوضه كلها. وبيتفاجئ المحقق وجوزها بالحريق وما بيكونوش فاهمين اللي حصل. وبتكون الممرضه اللي بتكون الوحيده اللي شافت كل حاجه. وبالليل بيروح الشرطي يحقق مع كل الجيران عن الطفله، لكن محدش بيكون عارف عنها حاجه لان محدش بيشوفها كتير. وبعد اللي حصل بيقرر اوين يروح لابي بيتها، وبيسالها عن عمرها الحقيقي كمصاصه دماء. فبتقول له انها فعلا عندها 12 سنه لكن من زمان جدا. فبيسالها عن والدها اللي كان عايش معاها، فبتقول له ابي انه مش والدها الحقيقي. وبيشوف اوين صوره لابي مع طفل قدهم، وبتكون صوره قديمه جدا. فبيخاف وبيكون عايز يمشي، بس ابي بتحاول تمنعه. فبيسالها لو هتقتله هو كمان، فبتتاثر وبتسيب اوين
اون يخرج وهي بتقول له انها قالت له من الاول انهم ما ينفعش يكونوا صحاب. وفي تاني يوم بتقرر ابي تروح لاون وتعتذر له، وبتخبط عليه الباب وبتساله لو ينفع تدخل. فبيسالها اون لو قال لها لا هتعمل ايه، فبتغمض عينها وفجاه بينزل دم من كل مكان في راسها. فبيخاف اون عليها جدا وبيحضنها، وبعدها بيسالها لو بعد ما تعمل كده هتموت. فبتقول له انها كانت عارفه انه مش هيسيبها تموت. فبيخليها اون تاخد دش وتلبس فستان من فساتين والدته اللي ما بتكونش موجوده، وبيشغل اون مزيكا. وقبل ما يرقص مع ابي بتيجي والدته، فبتهرب ابي بسرعه من الشباك وبتروح شقتها. وبيستنى اون مامته لحد ما بتنام، وبيروح شقه ابي واللي بتكون نايمه في الحمام عشان تهرب من اشعه الشمس. وبيفضل اون نايم في الصاله، وفجاه بيسمع صوت المحقق وهو بيخبط على الباب، وبيتخض اون جدا وبيستخبى بسرعه. فبيسمع المحقق صوت حركه جوه البيت، فبيكسر الباب بسرعه وبيدخل يدور على مصدر الصوت. وبيوصل للحمام وبيلاقي حد نايم تحت بطاطين كتير جدا في البانيو، وبيشيل المحقق البطاطين وبيلاقي ابي البنت الصغيره المتهمه. فبيفتح المحقق الشباك وبتلمس اشعه الشمس جلد ابي اللي بتصرخ من الالم. وبيجي اون بسرعه وبيقول للمحقق ما يفتحش الشباك، بس ابي بتهجم على المحقق وبتشرب دمه كله. وبيكون اون خايف جدا وهو حزين على المحقق اللي ملوش ذنب. وبيقفل اون باب الحمام وبيحط ايده على ودانه عشان ما يسمعش صوت ابي وهي بتشرب الدم. وبتخرج ابي من الحمام وبتحضن اون وهي بتقول له انها قررت تسافر، وبتحضر ابي شنطها وبتسيب المنطقه كلها. وبيحاول اون يمارس حياته بشكل طبيعي، وبيحضر نشاط السباحه في المدرسه لاول مره. وبتكون شله المتنمرين عاملين خطه عشان ينتقموا من اون اللي ضرب واحد فيهم. وبيستنوا اون لحد ما بينزل حمام السباحه، وبيقولوا للمدرب ان في حريق قدام المدرسه. وبيروح المدرب لمكان الحريق بسرعه، فبتقفل الشله باب المدرسه عشان المدرب ما يقدرش يدخل تاني. وبيكون الطفل المتنمر جايب اخوه الكبير عشان ينتقم من اون. وبتخوف شله المتنمرين باقي الاطفال، وبيخلوهم يخرجوا من حمام السباحه، وبيمسكوا اون وبيغرقوه في الميه. وبيقول الاخ الكبير لاون انه هيخليه ما يتنفسش تحت الميه لمده 3 دقايق، ولو استحمل هيجرحه جرح صغير، بس لو ما قدرش يستحمل ال3 دقايق كلهم هيطعنوه بالسكينه في عينه. وما بيلحقش اون ياخد نفسه وبينزلوه تحت الميه، بس باقي الشله بيكونوا خايفين انه يموت. وفي الدقيقه الثانيه بيكون اون مش قادر يتنفس، وفجاه بيسمع صوت شباك بيتكسر، وبيلاقي راس كل الاطفال بتوع الشله مقطوعين وبيعوم معاه في الميه. وبيترعب اون جدا وبيخرج من حمام السباحه، وبيلاقي ابي قدامه وهي بتحضنه، وبكده بتكون وفت بوعدها وساعدته. وبعد الحادثه بيقرر اون يهرب مع ابي لمكان بعيد، وبيركب القطر وبيحط ابي في صندوق عشان يحميها من اشعه الشمس.